بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ دلوقتي نتكلم في التعريفات، ناخد حاجة حاجة. أول حاجة الفوركس. إيه هو الفوركس؟ الفوركس هو تجارة العملات الأجنبية، داخل مع تجارة العملات الأجنبية الذهب والفضة والبترول. طيب إيه هي فكرة الفوركس أصلا؟ زمان كنا نسمع عن واحد تاجر عملة. طيب تاجر العملة ده كان بيعمل إيه؟ كان بينزل يلم أكبر كمية عملة من السوق، وبعد كده يستنى لما الدولار مثلا يعلى يبدأ يطرحه في السوق تاني، او يوفره لواحد مستورد من بره محتاج دولارات بسعر اغلى من اللي هو اشترى بيه. طيب لو هو اشترى على فرضنا مثلا الدولار سعره في السوق 5 جنيه، وهو استنى لما الدولار ارتفع جدا وصل ل7 جنيه وقام شاري اكبر كمية ممكنة. ما هو كده لما يجي يبيع لواحد مستورد عايز يشتري دولارات علشان يستورد بيها حاجة، طب ما هو هيخسر. يبقى كده تاجر العملة ما درسش السوق كويس. طيب يبقى وظيفة تاجر العملة كانت ايه قبل ما يحرروا العملة ويبدأوا اللي عايز دولارات يروح البنك ياخدها والامور تبقى بسيطة؟ هو ان هو يشتري الدولارات بسعر كويس او بسعر رخيص، ويرجع يبيعها للي محتاج بسعر اغلى شوية. طيب لما كان بيجي يبيع ويشتري كان بيحط فرق في الدولار، ممكن يحط باريزة، ممكن يحط 15 قرش، ممكن يرفع قوي يبقى فرق ما بين البيع والشراء مثلا 20 قرش، ربع جنيه.